يا مساء الرعب والغموض واللحظات اللي بندفع فيها التمن أخطائنا. أهلا بكل عائلة نبض الظلام. تنويه سريع قبل ما نفتح أبواب الجحيم. الحلقة دي هي الجزء الثاني والأخير من كابوس حبر الانتقام. لو لسه ما شفتش الجزء الأول أنصحك جدا توقف الفيديو هنا وتروح تشوفه علشان تعيش الرعب من بدايته وتفهم حجم الكارثة اللي بطلنا حط نفسه فيها. هتلاقي لينك الجزء الأول موجود تحت في الوصف وفي أول تعليق مثبت. روح شوفه بسرعة وتعالى، احنا في انتظارك. أما بقى لو انت من أصحاب القلوب الميتة اللي شافوا الجزء الأول ومستنيين النهاية، فخلينا نكمل. اقفلوا النور، استعيذوا بالله، وجهزوا نفسكم للسباق مع الموت في الشوارع الضلمة. استعدوا لنهاية الكابوس. كنت واقف قدام مكتب عم رضوان، حاسس ان الارض بتنشق وتبلعني. الراجل العجوز بصلي بعينين مليانة شفقة ورعب وقال لي بصوت واطي: يا طارق، سحر الدم ده عامل زي النار اللي مسكت في الخشب، بس كل سحر وله ثغرة السحر ده في الزمن. خدام الانتقام بيشتغلوا في الضلمة، لو طلع عليهم نهار اليوم التاني من مقتل الضحية الأولى وهم لسه مخلصوش المهمة، العهد بينكسر والطلسم بيموت على جلدك. محمود صاحبك مات الفجر، يعني قدامك لحد شروق شمس النهاردة. لو قدرت تحافظ على حياة عادل وكريم لحد ما الأذان يرفع والشمس تطلع، الطلسم هيقف وهتعيش. أما لو فشلت فالحروف دي هتكمل طريقها وهتخلص عليك. بصيت في ساعتي، كانت 11 بالليل، يعني قدامي حوالي 6 ساعات بس. 6 ساعات لازم ألاقي فيهم كريم وعادل واحميهم من كيان شيطاني ملوش ملامح، كيان يقدر يقتلهم في أي لحظة وبأي طريقة. المفارقة المضحكة في الموضوع ده إن أنا اللي سهرت 40 ليلة أدعي عليهم يتقطعوا حتت، دلوقتي بجري في الشوارع علشان أنقذ حياتهم. قفلت زراير قميصي على رقبتي علشان أداري العروق السوداء اللي بتنبض تحت جلدي، وسبت عم رضوان وطلعت أجري زي المجنون. كلمت كريم، تليفونه كان مقفول. افتكرت إن كريم بطبيعته مدمن شغل، دايما بيسهر في المواقع الإنشائية اللي شركته مسكاها، يراجع الشغل بالليل بعيد عن زحمة العمال. دورت في دماغي على أكبر مشروع هم ماسكينه دلوقتي، برج سكن جديد في منطقة التجمع. وقفت تاكسي وقلت له: طير على التجمع وهضاعف لك الأجرة، بس طير. وصلت الموقع الساعة 1 بالليل. المكان كان عبارة عن هيكل خرساني ضخم مكون من 15 دور، مفيش طوب ولا شبابيك، مجرد عمدان وسقوف. الضلمة كانت شديدة، ما فيهاش غير كشافات صفرة ضعيفة متوزعة في الأدوار الأولى، والهواء كان بيصفر جوه العمدان الخرسانية كأنه بيعوي من الألم. سألت غفير الموقع على كريم، قال لي: كريم بيه فوق في الدور 12، بيراجع تسليح السقف لوحده ومانع حد يطلع له. قلبي انقبض. الدور 12 مكان مفتوح، ضلمة، ومفيش فيه أي حواجز تمنع السقوط. ده فخ مثالي لأي كيان عايز يخلص منه. طلعت السلالم الخرسانية جري، ما كنتش حاسس بتعبي ولا بالطلسم اللي عمال يلسع في رقبتي. كنت باخد كل سلمتين في نطة واحدة، الدور الخامس، السابع، العاشر. ومع كل دور بطلعه كنت بحس ان درجة الحرارة بتقل. البرودة اللي كنت بحس بيها في الخلوة بدأت ترجع. ريحة الكافور
والشعر المحروق بدأت تفوح في المكان. الكيان سبقني، واضح إنه وصل قبلي. وصلت الدور ال12، وقفت أخد نفسي. المكان كان واسع جدا، مليان أسياخ حديد طالعة من الأرض زي السكاكين. في آخر الدور لمحت كريم، كان واقف مدي ظهره ليا، ماسك كشاف وبيراجع بيه لوح هندسي محطوط على برميل. بس كريم ما كانش لوحده. على بعد خطوات منه في الزاوية الضلمة كان في كتلة سودة بتتجمع، نفس الكتلة اللي شفتها في أوضة الخلوة. الكيان الشيطاني كان بيتشكل ورا كريم. دراعاته الطويلة كانت بتتمد في الهواء ناحية ظهر كريم. كريم ما كانش شايفه ولا حاسس بيه. صرخت بأعلى صوتي: كريم، حاسب وراك. كريم اتنفض من مكانه ولف وشه ليا وسلط كشافه على عيني. أول ما شافني ملامح وشه اتحولت للرعب المطلق. كريم كان عارف إنه ظلمني، وكان عارف إني خرجت من السجن. الكشاف لما نور وشي شافني واقف بنهج، شكلي مبهدل وعينيا فيها جنون. بس الأسوأ إن ياقة القميص بتاعتي كانت اتفتحت، والحروف السوداء كانت باينة على رقبتي وبتتحرك. كريم صرخ برعب: طارق، انت ايه اللي جابك هنا يا مجنون؟ انت عملت في وشك ايه؟ رميت نفسي لقدام علشان ألحقه وابعده عن حرف المبنى وانا بصرخ: انا جاي انقذك، في شيطان وراك، ما تبعدش. بس طبعا كريم ما صدقنيش. شاف راجل متدمر، رسم طلاسم على رقبته وبيجري ناحيته في نص الليل في دور مهجور. اي انسان طبيعي هيفتكر اني جاي اقتله وارميه. كريم رمى الكشاف في وشي وطلع يجري لورا ناحية حافة المبنى اللي ما فيهوش سور. كنت بمد ايدي ليه وانا بصرخ: ما ترجعش لورا، ابوس ايدك ما ترجعش، هتموت وهموت معاك. كريم كان بيجري وهو بيبصلي برعب، ما كانش باصص قدامه، ما كانش شايف الكيان الاسود اللي فاتح دراعاته ومستنيه. ولما التفت وبص قدامه شاف الكيان الاسود واقف قدامه وش لوش. الكيان ما لمسوش خالص، لكن كريم من الرعب حاول يتفادى الكيان ويبعد عنه بأي شكل. وهنا توازنه اختل، رجله خبطت في سيخ حديد بارز من الأرض. شفت عينيه وهي بتوسع من الرعب لما لقى نفسه بيقع في الهواء الفاضي من الدور ال12. صرخته شقت سكون الليل. وقفت في المكان اللي وقع منه كريم، بصيت لتحت. كريم كان واقع على كومة أسياخ حديد في الأرض، جسمه كان متدمر تماما. وفي نفس الثانية اللي روحه طلعت فيها حسيت بانفجار جوا جسمي. الطلسم اللي على صدري ورقبتي اتجنن. وقعت على ركبي وانا بصرخ صرخة مكتومة. الألم كان شديد جدا. الرسوم السوداء بتاعة الطلسم بدأت تزحف بسرعة رهيبة لفوق. رفعت ايدي لوشي وانا بترعش، ضوافري كانت بتخربش في وشي علشان احاول اوقفها، بس مفيش فايدة. الحروف والطلاسم حفرت طريقها على دقني، طلعت على شفايفي، وحسيت بطعم الحبر والزعفران جوه بقي. الخطوط السوداء زحفت على خدودي لحد ما وصلت لتحت عينيا بالظبط. وشي نصه التحتاني كله بقى عبارة عن سواد، كلمات ملعونة وطلاسم بتتحرك وبتنبض. ما بقتش قادر افتح بقي براحتي. الحروف كانت شادة جلدي كأنها خياطة من حديد. بصيت في شاشة موبايلي علشان أشوف شكلي. أنا ما بقتش إنسان، أنا بقيت مسخ. وشي بقى عامل زي وشوش الشياطين اللي بتترسم في كتب السحر.
الكيان أخد تمن كريم، والتمن كان نص وشي. لو عادل مات الحروف دي هتدخل جوه عينيا ومخي وهتقتلني. الساعة كانت 2:30 الفجر. الفجر هيقدم كمان ساعتين وشوية، والشمس هتطلع بعدها بساعة. لازم ألاقي عادل، لازم أحميه بأي طريقة. ده آخر أمل ليا علشان أعيش وأرجع بني آدم. لفيت نص وشي بكوفية علشان أداري المصيبة اللي أنا فيها، ونزلت جري. ركبت عربية كريم اللي كانت مركونة تحت، كان سايب المفتاح فيها. دوست بنزين لحد ما العربية كانت هتطير، وجهتي كانت فيلا عادل. عادل، الراجل اللي كان أقرب صديق ليا، الراجل اللي حبسني وهو عارف إني بريء. أكتر إنسان بكرهه على وش الأرض، هو الوحيد اللي فاضل علشان ينقذ حياتي. الموقف كان كوميديا سودة، ما بقتش عارف أضحك ولا أبكي. وصلت الكومباوند اللي عادل ساكن فيه. الأمن رفض يدخلني. كسرت البوابة بالعربية، ما كانش عندي وقت للتفاهم. البوليس هيجي، الأمن هيجري ورايا، مش مهم. المهم أوصل لعادل. وقفت قدام الفيلا بتاعته. باب الفيلا كان خشب زان مصمت وضخم مستحيل يتكسر. نزلت من العربية بحديدة في ايدي، ما كانش في وقت اضيعه. ضربت بيها ازاز شباك الريسبشن الكبير اللي جنب الباب لحد ما اتكسر، ونطيت منه لجوه. الفيلا كانت هادية جدا. صرخت بصوت مكتوم ومشوه بسبب الطلسم اللي شادت شفايفي: عادل، عادل، انزل. النور نور في الدور اللي فوق. شفت عادل نازل على السلم ولابس الروب وماسك في ايده مسدس، ووراه كانت بتستخبى واحدة ملامحها أنا حافظها أكتر من اسمي: مها، خطيبتي القديمة. عادل مش بس لبسني قضية وسرق شقاية، ده كمان اتجوز البنت اللي كنت بحبها. حسيت بسكينة تلمة بتدبح في قلبي، وغل الدنيا كله عماني لثانية. اتمنيت في اللحظة دي أسيبه للكيان يقطعه حتت قدام عيني، بس مفيش وقت، لا للصدمات ولا لوجع القلب. الكيان على وصول وحياتي مهددة. لو عادل مات دلوقتي أنا كمان هموت. غريزة البقاء غلبتني، لازم أنقذه علشان أعيش. الحساب متأجل. عادل وجه المسدس ناحيتي وإيده بتترعش: انت ايه اللي جابك هنا يا طارق؟ ازاي دخلت؟ هطلب لك البوليس. رفعت ايديا الاتنين لفوق وحاولت اتكلم بهدوء رغم شكلي المرعب: نزل السلاح يا عادل، انا مش جاي اذيك، صدقني انا جاي احميك. عادل ضحك ضحكة عصبية: تحميني؟ جاي تكسر بيتي في نص الليل علشان تحميني؟ انت اتجننت في السجن يا طارق. نزلت الكوفية من على وشي. أول ما عادل ومها شافوا نص وشي الأسود والطلاسم اللي بتتحرك على جلدي كأنها ديدان، مها صرخت صرخة مفزعة ووقعت على الأرض من الرعب. عادل رجع لورا خطوتين والمسدس كان هيقع من إيده. وشه جاب ألوان: إيه ده؟ أنت عملت في وشك إيه يا شيطان؟ قلت له وأنا ببكي بدموع حقيقية: الكيان جاي يقتلك دلوقتي، ولو قتلك أنا هموت معاك. علشان خاطري يا عادل اقفل الأبواب وما تتحركش من جنبي. الفجر هيأذن كمان شوية، لو طلعت علينا الشمس وانت عايش احنا الاتنين هنعيش. عادل ما كانش مستوعب أي حاجة، عقله رافض يصدق. وفي اللحظة اللي كان بيحاول يجمع فيها كلامي، الأنوار بتاعت الفيلا كلها اتطفت في ثانية واحدة. ما بقاش فيه غير نور بسيط جاي من أنوار الشارع داخل من الشبابيك الإزاز.
برودة الموت اللي أنا عارفها كويس زحفت في المكان. الإزاز بتاع الشبابيك بدأ يعمل صوت طقطقة كأنه هيتكسر من الضغط. الكيان حضر، شميت ريحته، صرخت في عادل: هو هنا عادل، استخبى. من وسط الضلمة ومن ورا عادل بالظبط ظهرت الكتلة السوداء. الكيان كان ضخم جدا المرة دي، أطرافه طويلة ورفيعة، وعينيه كانت بتلمع بلون أصفر مريض في الضلمة. الكيان مد إيده ويمسك عادل من رقبته. أنا نطيت زي الفدائي، رميت نفسي على عادل بكل قوتي وزقيته بعيد، وقعنا إحنا الاتنين على الأرض. الكيان فضل واقف في مكانه، عبارة عن كتلة ضباب أسود بتتحرك. إحساس البرودة اللي طالع منه وهو جنبنا كان كفيل إنه يجمد الدم في عروقي. عادل لما وقع الرعب عماه، شافني واقع جنبه والكيان الأسود المرعب ده بيتشكل في الصالة. عقله صور له إن أنا اللي جايب العفريت ده علشان أقتله. عادل قام وقف بسرعة ووجه المسدس وبدأ يضرب نار بشكل عشوائي في الضلمة. الرصاص كان بيطيش في الحيطان والإزاز. صرخت فيه: نزل السلاح يا مجنون، هيقتلك. بس الكيان كان أذكى مننا كلنا. هو ما بيقتلش بإيده، هو بيستخدم خوف الضحية علشان تقتل نفسها. الكيان اختفى من مكانه وظهر فجأة فوق النجفة الكريستال الضخمة اللي متعلقة في الصالة. النجفة اللي وزنها يعدي 200 كيلو. الكيان خلى النجفة تتهز بعنف. عادل رفع راسه يبص لفوق، عينه جت في عين الكيان، وفي كسر من الثانية الكيان قطع واير النجفة. النجفة نزلت بسرعة الصاروخ، كانت نازلة فوق دماغ عادل بالظبط، هتطحنه هو والمكان اللي واقف فيه. في اللحظة دي جسمي كله اتشل، الرجل اتسمرت في الأرض من المنظر. ما قدرتش أعمل أي حاجة غير إني أصرخ بأعلى صوت عندي وأنا بقول: حاسب يا عادل. عادل لما شاف الموت نزل عليه، غريزة البقاء عنده اشتغلت في كسر من الثانية. اترعب ورمى نفسه لورا بعزم ما فيه، كأنه بيتفادى طلقة رصاص. النجفة نزلت في المكان اللي كان واقف فيه بالظبط بيني وبينه. الكريستال والحديد اتكسروا على الأرض، شظايا الإزاز طارت في كل حتة، حتة منها جت في دراعي وعورتني. لكن عادل كان عايش، مفيش فيه خدش. رفعت راسي وسط التراب والضلمة، بصيت للكيان الأسود اللي كان لسه متعلق في السقف. عينين الكيان الصفراء وسعت بغضب شيطاني. الكيان صرخ صرخة مفزعة هزت جدران الفيلا، صرخة غضب وحقد لأنه فشل. وفي نفس اللحظة دي الصوت اللي كنت مستنيه كأنه رسالة من السماء شق سكون الليل. صوت أذان الفجر ارتفع من الجامع اللي قريب من الفيلا. الوقت خلص، المهلة انتهت. الكيان الأسود ما قدرش يقتل الضحية الثالثة. العهد اللي بيني وبينه انكسر. الكيان بدأ يتحرق في مكانه. الدخان الأسود بدأ يتبخر وهو بيطلع أصوات تكسير عظم وصراخ بيرج المكان، لحد ما في النهاية تلاشى تماما كأنه ما كانش موجود. رجعت بظهري على الحيطة وحطيت ايدي على وشي، حسيت بنار بتاكل في جلدي. الطلاسم السوداء اللي كانت بتنبض تحت رقبتي ونص وشي بدأت تنشف وتقع زي قشر الجروح. الطلاسم ما بقتش بتتحرك، السحر مات وأنا عشت. البوليس وصل الفيلا. عادل كان قاعد على الأرض وسط الإزاز المكسور بيبصلي بذهول تام.
عادل ما كانش يعرف أي حاجة عن الطلسم ولا الخلوة ولا العهد اللي بيني وبين الكيان. ما كانش يعرف إني بنقذه علشان أنقذ نفسي. في نظره هو شاف الراجل اللي دمر له مستقبله ورماه في السجن ظلم، جاله لحد بيته في نص الليل ووقف قصاد كيان شيطاني وصرخ علشان يفديه وينقذ حياته في اللحظة الأخيرة. التناقض ده دبحه. النبل اللي شافه مني قصاد الخسة والندالة اللي عملها فيا مع الرعب والصدمة من اللي شافه، كل ده كسر كبرياءه تماما. ما قدرش يتحمل إحساسه بالذنب البشع. أول ما الضابط دخل، عادل انهار من البكاء زي العيال واعترف بكل حاجة. اعترف إن هو ومحمود وكريم لفقوا ليا التهمة، واعترف إنه زور الورق علشان يسرق فلوسي، وإنه استغل سجني علشان يقنع خطيبتي إني خاين. مها كانت بتسمع الاعتراف وهي مش مصدقة ودنها. النيابة فتحت القضية من تاني، وبعد شهور من التحقيقات في المستندات ظهرت براءتي. اسمي اتنضف، سمعتي رجعت لي. عادل دخل السجن يدفع تمن ظلمه، ومحمود وكريم أخدوا عقابهم من السماء. أما أنا فرجعت لحياتي، فتحت مكتبي من تاني وبدأت أقف على رجلي. كل حاجة رجعت، بس في حاجة واحدة ما اتغيرتش. الطلسم اللي مات على وشي ساب مكانه ندبات، آثار حروق خفيفة واخدة نص وشي التحتاني لحد رقبتي. الدكاترة قالولي ملهاش علاج تجميلي، بس أنا مش زعلان. كل ما ببص في المراية وأشوف الندبات دي ما بشوفش التشوه، أنا بشوفها علامة بتفكرني إن ربنا أنقذني من طريق ملوش نهاية. في اللحظة دي فهمت الدرس الأهم في حياتي. الانتقام عامل زي النار، باب لو فتحته علشان تحرق اللي ظلمك هياكلك انت الأول قبل ما يوصل لهم. كنت فاكر اني باخد حقي، لكن كنت بضيع روحي. وفي آخر لحظة فهمت ان التسامح والتوكل على ربنا أقوى من أي انتقام. لغاية هنا يا أصدقاء الخوف بتنتهي قصة طارق، وتنتهي معاها واحدة من أقوى الحكايات في عيلة نبض الظلام. شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تكونوا أول الحاضرين في قصصنا الجاية. دمتم بخير، ولحد ما نتقابل قريب في تجربة مرعبة جديدة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.